بيضة الأفعى، والأفعى بتكون داخل هاي البيضة، بتكون كتير لينة، بس تطلع منها بتصير يابسة مثل ورقة الشجر. هي بتطلع من فتحة الحياة، من هون بتطلع. هاي الفتحة بتكون مغطية عشان وهي عم تزحف على الأرض ما يفوتش داخل هاي الفتحة حشرات أو أوساخ، وتضلها كتير نظيفة. في نوعين من الأفاعي، أفعى سامة وأفعى غير سامة، والتنتين بيشبهوا بعض، أوقات صعب نميز بيناتن. الأفعى السامة في عندها كيسين فيهن سم، غدتين سم بكونوا فوق الأنياب، فهي بتشم الفريسة تبعتها، يعني فوق أسنانها لمثل الإبرة بنسميهن أنياب. هي بتشم الفريسة تبعتها الفار بلسانها هيك، هي بتمد لسانها لأنها بتشم. مرة شفت لسانها أزرق. سحلية اللسان الأزرق كمان بتشم عن طريق لسانها. الأفعى السامة بتشم الفار بلسانها، بتهجم عليه وبتلدغه، يعني بتفوت أنيابها بجسمه. بعد ما تفوت أنيابها بجسمه، السم بفوت بجسمه وبنتشر، بتتركه وبخاف، بصير يركض كتير سريع. لما يركض سريع بتحرك دمه بسرعة، والسم بنتشر أكتر، بتخثر الدم، بيموت. يعني بصير مثل السلايم كتير جامد وبيموت، ببطل يقدر يحرك جسمه. يعني وقت ما وقت كتير سريع. حية بتشمه عن طريق اللسان مرة تانية وبتبلعه. الحية السامة مش بحاجة تكون عندها عضلات كتير قوية، لأنه في عندها غدة السم، وبترجع تتعبى من جديد غدة السم. جرب الإبيض. نجرب الأبيض. إسا بدكم نجرب الأبيض. الأفعى الغير السامة بنقولها خانقة، فهي بيكون عندها عضلات بجسمها كتير قوية، بس فيش عندها غدتين سم. هي بتشم الفار عن طريق لسانها، بتهجم عليه، بتلدغه بالأنياب، بس إذا الفار حاول يهرب رح يموت. لا، لأنه فيش بجسمه سم. بتمسكه منيح وبتلف جسمها على جسمه عشان ما يهربش، بتصير تلف كل جسمها، وبخاف، لأنه بخاف بصيروا دقات قلبه كتير ينبضوا سريع، بوم 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 بوم. كل ما بنبضوا أسرع بتلف على جسمه أقوى، كل ما صار ينبض بطيء لأنه عم بختنق بتصير تبعد جسمها. بس يبطل تشعر بدقات قلبه إنه هو مات، شو بتعمل؟ بتتركه وبعدين حول السمايات. تبلعه، يعني بتستعمل عضلات جسمها. الثعبان اللي أنا جايبيته اسمه ثعبان الكرة، لأنها بتكور جسمها مثل الكرة، بس اللي بجيبها أنا مسموح نمسكها، دفتح عليها شوي شوي. أنا بحملها. طلعي عم بتمد لسانها. لا، هي مش راح تضايق، اذا هي كانت بتضايق انا بجيبهاش للاولاد، هي متعود انه نمسكها، فعشان هيك هي هاديه بايدي كثير. طلع عم بتكور جسمها، عشان هيك بنسميها ثعبان الكرة. احطها على الارض نشوفها كيف، تمشي. تعال نراقبها ونشوفها كيف بتتحرك. خليها عم بتمد لسانها، خليها تمشي. خليكم هاديين نشوفها شو رح تعمل. بعد شوي رح امسكها، رح نمسكها بهي الطريقه، بنحط ايد من هون. اللي مش حابب يعمل اشاره قف وما مسكوش اياه غصب عنه، طلعوا هيك بنمسكها. في معي هون كلسه، مثل الكلسه اللي بتلبسها الماما، انا رسمت عليها هون عيون، وكمان هون عملت دوائر مثل جلد الحيه، وبدي البسها بايدي. انك صارت حية. لا، طلعوا كمان الفستان مبين لانه شفاف. اعمليها لهون يا رفعتها كتير. قلنا انه الحية أخرى قلنا انه الحية بتبلع الفئران. لما تاكل كتير فئران، ابلع الثاني والتاني كمان، وهي التانية. شوفوا جسمها كيف صار كبير لما تاكل كتير يا الفار، لما تاكل كتير جسمها بيكبر،
لما جسمها بيكبر هذا الجلد بصير كتير ضيق لانه بيكبرش مع جسمها. لما الفئران يضلوا بجسمها بتمتص كل اشي من جسمين، بعدين الشعر بيطلع مع الكاكا من هون، واحد وهي اثنين، وبعدين بتصير تزحف على الحجار، على الصخور، على جذع الشجرة، على النباتات. وإيش بصير بالجلد؟ بعلق بتشلحه وبكون عندها تحته جلد جديد. طلعوه هون ذيلا، وهذا راسها. انا مش راح اقدر امسكه اياه لانه كتير يابس، فاذا احنا مسكناه مثل ورقة الشجر لما توقع عن الشجرة صح بتصير يابسة ناشفة، بتفتفت اذا شدينا، وكمان اذا شدينا مش حقيقي. بلا هذا حقيقي، هذا جلدها الشفاف. واو هاي عملاقة. طبعا بفوت ايدي بس اني فتفت، شايفين؟ قلت لكم لانه بفتفت عشان هيك انا بحافظ عليه بالعلبة.